أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرة شكرا على دعمكم اللي خلاني من جد يعني نفسي أنزل كل يوم فيديو. لايك واشتراك ومكملين في الميزانية، والله كريم يا رب يعني ويقدرنا، ونسأل الله البركة لي ولكم ولكل المتابعين. طبعا نزلت كثير فيديوهات كيف تملي بيتك خير، كيف تملي بيتك أغراض، كيف يكون عندك خزين بأقل الأسعار. في كل بيت لازم يكون فيه خزين. إيش هو الخزين؟ على حسب المنطقة، على حسب أنت احتياجاتك كأسرة، على حسب نوع غذائكم المفضل. خلاص؟ تقريبا في البيوت السعودية خزيننا يتكون من رز، زيت، سكر، شاهي، أيضا كمان دقيق. من هذه هي الأشياء الأساسية أو الخزين الأساسي. مسحوق غسيل، هذه الأشياء اللي سعرها مرتفع، يعني إحنا لو فكرنا نخليها الأول الشهر راح تاكل علينا المبلغ اللي إحنا جامعينه الأول الشهر. يعني لو كل شهر نبى نجيب زيت، سكر، رز، مسحوق، راح يخلص المبلغ اللي إحنا محددينه للأكل والشرب، وما راح يمدينا نجيب أغراض البيت كاملة، وراح ننضغط ماديا. فأنا بطريقتي، يعني أنا طريقتي الخاصة، إني مثلا هذا الشهر أجيب، أنا عارفة إنه مثلا أنا أحتاج عبوتين زيت في الشهر، تمام. هذا الشهر مثلا أجيب 6 عبوات زيت، كده 3 شهور أنا ارتحت من موضوع الزيت. بالإضافة أجيب الأغراض الصغيرة اللي أنا أحتاجها في المطبخ. حلو. الشهر اللي بعده إن الله أعطانا صحة وعمر وعافية، مثلا أجيب مسحوق غسيل مثلا يعني 10 كيلو. أنا عارفة إنه هذه ال10 كيلو تقعد مثلا عندي 3 شهور. حلو. الشهر اللي بعده أجيب رز 10 كيلو، أنا عارفة إنه هذه الكمية حتقعد عندي 3 شهور. الشهر الرابع أرجع أجيب زيت. حلو. بالإضافة إلى أغراض الشهر الأساسية. وبكذا أقسم خزين البيت، ويصير يعني المبلغ اللي أخرجه كل شهر قليل، يعني أقل. وأيضا كمان أقدر أشتري باقي أغراض البيت بدون يعني مشكلة، يعني بدون ما إني أحس إني استنزفت اللي هو المبلغ المحدد أو الميزانية في أغراض البيت. طيب، إيه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا يا طويلين العمر والسلامة، إنه أنا في الفترة اللي راحت بسبب طول فترة العمل، أو كمان يعني كنا محتاجين شوية ملابس شتوية، أو كنا محتاجين، بالرغم إنه أنا يعني دايما أتكلم أقول إنه لازم ما نخلط مصروف الأكل والشرب أو الميزانية بمصاريف أخرى، لكن خلاص هذا اللي حصل. حلو. فكنت أستنزف من الخزين اللي عندي، ما أشتري بدال. خلاص. فكنت يعني أستنزف كده من الخزين، خلاص ما أجيب بدل الخزين اللي عندي. وإذ فجأة أفتح دولاب الخزين ما ألاقي شيء، حرفيا كده ما عاد ألاقي شيء. طيب كيف الحل؟ الحل الحل ما أدري، بس هو غلطي، وإنتوا لا تسووا هذا الغلط. يعني أنا غلطت هذا الغلط، لكن إنتوا لا تسووا هذا الغلط. ففعلا يعني أنا أحس إنه هذا الغلط طبعا أنا ارتكبته تقريبا يمكن قبل شهر، يعني هذه الجولة كانت قبل شهر. فقررت أدور على أكثر من سوبر ماركت وأقارن الأسعار، وعندنا أماكن جملة كمان أقارن فيها الأسعار. يعني لازم أجيب، تخيلوا شوف العبء اللي أنا متحملته، لازم أجيب رز وزيت، مكرونة، شاهي، حليب، صابون غسيل مواعين، كل حاجة، حرفيا كل حاجة خلاص ناقصة في البيت. سبب الغلط هذا أنا، يعني أنا غلطت هذا الغلط. فيعني حطيت مبلغ وقدره. يعني والله فعلا صح يا بنات، ترى لما انت تفكري انك تجيبي خزين البيت دفعة واحدة مرة ضغط، ولما تغلطي في الشهر اللي بعده يعني يستمر، يعني توابع هذا الغلط تزحف على باقي الشهور. فالله المستعان يعني، ونسأل الله البركة، ونسأل الله يعني الرشد. فقررت إني أدور على أكثر الأماكن اللي أنا أحبها في ينبع. رحت النجمة، خلاص ما لقيت، يعني في أشياء كانت، طبعا هذا الجولة قبل شهر تقريبا أو شهر ونص. وبعدين رحت باندا، وأيضا كمان رحت هنا خرجت من النجمة. رحت فين يا ندى؟ رحت العثيم، ورحت كمان أماكن الجملة اللي عندنا. في الفترة الأخيرة صرت أحس إنه يعني العروض تقاربت الأسعار، يعني ما عاد
صرت أحس إنه في مكان عروضه أفضل، لكن أنا أفضل باندا. لكن زمان أول لما ما عندي سيارة كنت أروح هنا في سوبر ماركت، طبعا عندي في الفيديوهات اللي مرة قديمة كنا نخرج بالعربية، نروح السوبر ماركت القريب مني، أقرب سوبر ماركت لي الراية، ونسأل الله البركة. فلازم انت تعرفي اول شيء كمياتك واحتياجاتك في الشهر. شوفي انت كم تحتاجي سكر، انت كم تحتاجي رز، انت كم تحتاجي شاهي، انت كم تحتاجي صلصة، انت كم تحتاجي مسحوق. شوفي أغراضك الأساسية، كم تحتاجي مكرونة، وشوفي كيف تجيبيها. أنا اشتريت الشهر اللي راح، اللي هو مو الشهر اللي راح، اللي قبله تقريبا، اشتريت هذه الأغراض بعضها من باندا، وأخذت ممكن غرضين من النجمة، وأخذت كمان أغراض من سوق الجملة. سوق الجملة تقدري تشتري بالكرتون وبالنصف الكرتون. كأسرة زي أسرتي صغيرة، أنا يعني أحس إنه نص الكرتون مرة كفاية، بالعكس يعني. بعدين الجملة فيها بركة سبحان الله، يعني ممكن أنت تشتري كده باكو، يعني باكو ولا باكوين مثلا نسكافيه مفردة، ما تحسيها فيها بركة، كده يومين وخلصت. أما لما تجيبي يعني كيس كامل نسكافيه مثلا، تحسي في بركة. أيضا كمان حتى يعني الرز، لو تجيبي كيس على بعضه كده 10 كيلو تحسي فيه بركة. تحسي كده الجملة فيها بركة، فيها بركة مو طبيعية، يعني خاصة ربات البيوت يعرفوها. فبإذن الله تعالى الفيديو القادم راح أكتب كيف تكتبي قائمة مونة البيت، أو كيف قائمة خزين البيت. إحنا في السعودية نستخدم كلمة خزين مو مونة. فكيف تكتبي القائمة بإنك ما تغلطي ولا تنسي. طبعا قبل كده برضو أتكلم في هذه المواضيع، لكن ما شاء الله تبارك الله عندنا كثير جدد، ومرة يعني الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. أنا مرة فرحانة يعني تفاعلكم، بلايكاتكم، بكمان يعني عدد المشتركين. أنا مرة فرحانة بيكم يعني ربي يحفظكم لي يا رب، وينفعني وينفعكم، ينفعني وينفعكم. حتى عبوات الزيت الكبيرة يا بنات، شفتوا هذه اللي تيجي 3 لتر، تحسيها مرة فيها بركة عن لتر و500. خلاص، حتى صحباتي يقولوا يشتروا مرة مرة كبيرة، بس الصراحة شيلها وحطها صعب. وفكرة إني أفرغ، يعني اللي يعرفوني من زمان يعرفوا فكرة إني أفرغ في عبوات صغيرة، هذه الفكرة ما هي حلوة يعني بالنسبة لي أنا، وتتعدم الدنيا وما أحبها. فيعني بإذن الله تعالى كمان محوشت لكم فيديو عن ميزانية رمضان وكيف تستعدوا لرمضان ماديا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا برمضان وبارك لنا في شعبان، ألطف بينا يا رب يعني، واجعلنا من المقبولين، ولا تجعل جهدنا سدى يضيع يا رب، ولا تضيع لنا تعب. فبإذن الله تعالى محوشت لكم كم فيديو ياخدوا العقل عن الميزانية. يعني أخذت دورة، ولا شوفي لما تيجي تختاري يعني تشتري مقاضي الشهر، أو المقاضي يعني الأساسية في البيت، مرة خدي راحتك، مرة خدي راحتك، دوري أكثر من مكان، وأشتري من أكثر من، يعني مثلا هذا المكان مسوي تخفيض على السكر خذي منه. في تطبيق كمان يبين لك التخفيضات في كل الماركتات اللي حوالينك. لكن المشكلة إيه؟ المشكلة يطلع لي ماركتات ما هي في ينبع، يعني بما إني أنا أقيم في ينبع، فعدد الماركتات أقل من منطقة زي مكة أو المدينة أو جدة. فهذا التطبيق مو كثير فادني. أنا عندي تطبيق باندا، وكمان حتى عندي تطبيق اللي هو باندا يوصل لك، باندا توصيل، كمان مرة حلو صراحة، وفايدته عميمة خاصة للي ما عنده سيارة. مرة مرة حلو. حتى أصلا كمان يعني لما أنا أحس إنك تشتري أونلاين راح تشتري بس الضروري، ما راح يعني تطيح عينك على أشياء ثانية. أنا في هذه المرة يا رب لك الحمد والشكر توفقت وقدرت أجيب، بس والله دفعت مبلغ، يعني دفعت مبلغ. بس يعني نقول الله يبارك فيها الأغراض، وما أغلط إن شاء الله، إن شاء الله ما أغلط نفس الغلط هذا، وربي يوسع علينا يا رب وما أعيد هذا الغلط. وجولة ممتعة في السوبر ماركت، وأتمنى لكم صح بنات. مدام جات صورة المكرونة، أنا ما اشتريت مكرونة من الماركت، أنا اشتريت نصف كرتون من حق الجملة، أعتقد وقف علي ب70 ريال أو 75 ريال نصف كرتون،
كانت مرة يعني كمية كويسة، يعني حتكفيني يمكن إن شاء الله على خير يعني كمان شهرين قدام. فحلوة في أماكن الجملة في عروض على المكرونة حلوة أحسن من الماركت. والدقيق خدوه من المطاحن، الدقيق خدوه من المطحنة. أيضا كمان الحلويات أو الشيبسيات أو الأشياء اللي زي كده المقرمشات المسليات خذوها برضو بالجملة، تجي أوفر. مشاهدة ممتعة، ولايك واشتراك، واعطوني رأيكم واعطوني أفكاركم، وشكرا لكم.